من لما انتقلت على الإمارات في شي خبيته عن الكل، وبظن صار وقت إني أحكي عنه. هاي الخزانة كل شي كراكيب عندي بالحشة جوا بدون ما أفكر مرتين. شوي شوي وصلنا لمرحلة ما عادت محتملة، تعقدت حياتي من هالكركبة. نزلت على المطبخ وجبت كيس لنفضي كل الأغراض اللي بدها كب، بلشت شيل وكب بهالشغلات اللي ما لها لازمة. صار يطلع معي شغلات مشكلة ملونة مو متذكر إني حطيتهم هون أصلا، مثل علب البسكوت لما تفتحهم بيطلع عدة خياطة، أنا بيطلع عندي كبلات. ضليت فضي وفضي ويطلع معي شغلات غريبة أول مرة بشوفها. وهلا بعد ما صار كل شي برا ما بعرف شو بدي ساوي بهالأغراض. بلشت شوف العلب واتحش فيهم الشغلات اللي ممكن تلزمني. درست كل العلب وحطيت اللي بدنا نخليهم بالخزانة على طرف. جيت بدي رجعهم بس الخزانة كانت موسخة كتير، فشلت الغبرة ومسحتها منيح، وبعدها صفيت الكراتين بالصدر. يا سلام، طلع شي فاخر على الآخر. بس للأسف الشغل الصعب لسه ما بلش. حتى الرف اللي فوقه فيه كمية أغراض صغرونة مو طبيعية، وفواتير ووراق ما بعرف ليش كنت عم بحتفظ فيهم. لقيت هالشنطة وخطرت لي فكرة، كل الورق اللي بلزمني حطهم جواتها. بعد سنة تماما فضيت معي ونظفتها على التمام. تذكرت عندي هالعلبة اللي بحط فيها ساعاتي، واجتني فكرة جهنمية بما انه اخي جاب لي وحدة اكبر منها. فضيت على الاخير وشلت كل الفواصل اللي جواتها، وجبت بقى كل شي اغراض مهمة عندي وحطيتها فيها، وهيك بيكون بلشنا نشتغل صح. اخذت كل الساعات اللي عندي وجبت العلبة الجديدة. لكو ما كانت تطلع معي هالعلبة، والله طلع حجمها محرز بيسع فيها ساعات للشبع يا معلم. لكو طلع إلها درج كمان. جبت كل كولكشن الساعات اللي يمكن العلبة اغلى منهم كلياتهم على بعضهم، وصرت رتب فيهم على حسب كل وحدة قد ايه بستخدمها. بعد قلت لحالي خلينا نجرب نحط النظارات كمان بما انه في إلها درج. وسعوا على التمام. رحت لحطه بالخزانة وما وسعوا الاثنين جنب بعض، وبالاخير ساويتهم هيك. وهلا بقيلنا الرف الفوقاني بس. جبت الكرسي وطلعت لشوف شو قصته. لك شوي وكنت حروح فيها. فضيت كل شيء، سويت لها مسحة سريعة ورجعت رتبت الاغراض ترتيبة وازنة. بعدها نظفت كل شيء وراق طلعناه، وهيك بيكون شكلسنا الوضع على الاخير.